بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة، كل سنة وانتم طيبين. بقى دخول المدارس يا جماعة، وطبعا دخول المدارس من هنا يعني نعمل كايزر في البيت من هنا. خلاص ما عدناش هنشتريه من بره. تصدقوا ان الكايزر ده معمول في البيت، او اقسم بالله معمول في البيت. وان شاء الله اشوف الوقت الطريقة ومقاديره. هو المقادير سهلة والناس كلها بتعمله احسن مني كمان، بس في ناس ممكن تقع منها حاجة تخاف تعمله. اديكوا شايفينه، شوفوا انا بطبقه وبعمله بيرجع زي ما هو، يعني ده دليل ان هو حلو جدا وان شاء الله هتعملوه باذن الله يطلع احسن من بره كمان. وبعدين ليه نشتريه من بره الكايزرايه ب2 جنيه لما احنا ممكن نعمل من كيلو دقيق نعمل كميه حلوه تكفي ان شاء الله، ونعمل منه بقى سندوتشات، وممكن تاني في الفريزر وتطلعيه بس كده تدفيه شويه، او تسيبيه تطلعيه على بيات كده ونطلعه. وتاني يوم الصبح نعمل منه سندوتشات كأنه لسه معمول طازه. حاجة بقى كل ما بتغلى كل ما احنا بنخترع وبنحاول ان احنا نعمل حاجة في البيت بتبقى ارخص، طبعا بتبقى ارخص بكتير. بصوا بقى، عندي 2 كيلو دقيق، انا هعمل ب2 كيلو دقيق، وعايزة اقول لكم انصحكم انخلوا الدقيق يا جماعة. انا بشوف ناس بتجيب الدقيق من الكيس على العجنة على طول. شوفوا الدقيق يطلع ايه، وطبعا ده ما كانش باين خالص قدامي في الدقيق، لولا ان انا نخلته ما كنتش هشوف الكلام ده كله. الحاجات اللي زي دي بتبقى في الدقيق مثلا. انا مش عارفه، انا كنت جايبه الدقيق والله من جمعيه، مش عارفه بقى هو كان الدقيق ده غايب شويه عند الراجل ولا ايه. هو مش وحش الدقيق، مش وحش، بس ممكن بيكون بيغيب شويه. كلام من ده، فبيعمل الحاجات اللي انت شفتوها دي. انا اتعمدت ان انا اصورها علشان خاطر انا بشوف ناس كتير بتعمل من الكيس على العجنه على طول وما بتنخلش الدقيق. حتى ده الدقيق كده لما تنخليه بيبقى بركه كده، اسمه بنشهد الدقيق تمام. المهم ان انا عملت بقى 2 كيلو دقيق، حطيتهم نخلتهم وحطيتهم في الطبق، وحطيت عليهم رشه ملح. يعني معلقه ملح كده، وقولي ايه معلقتين 3 سكر عشان يبقى الكايزر مسكر وحلو كده. وكيس خميره كبير حطيته في كوبايه برضو مع معلقه سكر وشويه ميه دافيين، وسبتهم على جنب. سبتهم زي ما انتم شايفين كده على جنب عشان خاطر ايه، بس الخميره تتفاعل كده وبعد كده نعجن. ده بدي يعني نتيجه احلى. أنا حسيت ان العجينه بصراحه ادت نتيجه احلى تمام. وحطيت معلقتين لبن بودره، وطبعا ده اختياري يعني، بس حلو يا جماعه، لبن بودره بيديله طعم وغذاء وكل حاجه يعني. واللهم صل على النبي، بس يعني انا حطيت الحاجات دي كده بس. واللهم صل على النبي، ايه عجنت بقى الاول كده بشويه ميه. يا دوب بس لفيت الدقيق كده شويه ميه صغيرين، طبعا ميه دافيه، ميه العجن هنا بتبقى دافيه. مش زي الفطير ميه بارده، لا ده ميه دافيه. عجنت الاول بشويه ميه كده، لفيت الدقيق وتوهت الدقيق شويه، وبعد كده نزلت عليه بشويه الخميره. وبعد كده نزلت على الاتنين كيلو دقيق بتقريبا 3/4 كوبايه زيت. ما مش سمنه، الكايزر ما بتحطش فيه سمنه. او انا ما عملتوش بسمنه، ما اعرفش، في ناس ممكن تحط عليه زبده او سمنه او ايه ما اعرفش. بس انا حطيت 3/4 كوبايه زيت، يعني 3/4 كوبايه شبعانه كده، فاهمين. وبعد كده بقى نكمل العجن خالص معايا بميه عادي لحد ما نحصل على عجينه حلوه، عجينه متماسكه كده. انصحكم يا جماعه اعملوا الحاجات دي في البيت بجد، الحاجات اللي بتشترى من بره دي غاليه على الفاضي. يعني أنا لما سألت على الكايزر، الكايزر الكايزراية بجنيه والكايزراية ب2 جنيه. انت لو ربنا يخلي معاكي مثلا 3 عيال بيروحوا المدارس، انت عايزة لك اقل حاجة 6 كايزرات في اليوم. اضربي كده في 2 جنيه على 12 جنيه كل يوم كايزر، بس غير الحشوة. طب ما انت ال 12 جنيه دول هتجيبي كيلو دقيق مثلا، حطي لهم كمان 3 جنيه، حطي وهاتي كيلو دقيق واعمليه في البيت، هيجيب لك ما شاء الله اكتر من 20 كايزراية. يعني شوفي وفرتي. وغير كده الحاجة بتبقى نظيفة وحلوة وكده. بصوا بقى، انا خلاص ايه عجنت العجينه وسبتها لما خمرت، شوفوا لما ملت الطبق خالص بألف هنا يا رب. إيه ما شاء الله، شكل العجين كده بيبقى خمران، بيبقى حلو كده. بعد كده بشيل الاسترتش اللي انا كنت حاطاه على الوش ده، ونبدأ نشتغل دلوقتي في الكايزر. بصوا بقى، شغل الكايزر مش صعب ولا اي حاجه. انا بعمل ايه؟ انا الاول بشكله كور صغيره زي ما انتم شايفين كده. انا الاول ما بدأت عملت كور صغيره خالص، حسيت ان الكايزريه هتبقى صغيره شويه، فاما عملت تاني كبرت الكوره شويه تمام. بس عامة اللي بيشترى من بره زي ما انا بعمله كده اصلا. اكيد في احجام يعني، بس اللي هو بجنيه زي اللي انا بعمله كده. اكبر شوية تبقى ب2 جنيه بقى. خلاص، فاللهم صل على النبي، مسكتهم بقى كورت شوية. وبعد كده الكايزر بيتفرد الاول، وبعد كده بنقعد نبرم فيه. الناس بشوف ان هو بيكوروه بعد كده ايه يطولوه، يعملوه بقى طويل كده شكل الكايزر. لا ده هو الاول بيتفرد. الاخر لو انت جبتي مثلا كايزر من بره ولا حاجه وجربتوا تفتحوه انتوا فيه كده، او يعني بصيتوا فيه حلو كده، هتلاقوا العجين لافف 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 من جوه. ده معناه ان هما فعلا في الافران بيعملوه كده زي ما انا بعمل كده. بيفردوه كده وبعد كده يقعدوا يبرموه 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 زي ما انتوا شايفين كده. ده بيبقى شكل الكايزر، وهتشوفوا في اخر الفيديو معايا عامل ازاي، وانتوا اصلا شفتوه في اول الفيديو. شوفوا كان شكله عامل ازاي، ما شاء الله متماسك ولا مفرول كده ولا حاجه. الناس اللي ما بتلفوش زي ما انا بلفه كده هيبقى مفرول منهم، ومش هيبقى حلو خالص.
اللفه دي بتخلي الكيزريه كده ماسكه نفسها. يعني ممكن تقعد يومين او 3 ايام في التلاجة. والله العظيم ما شاء الله انا عملته بألف هنا يا رب. قاعد عندي يومين، حطيت في الفريزر كمان. يعني انا عامله اصلا من قبل المدارس، حطيت منه في الفريزر وطلعته سخنته كأنه لسه معمول طازه، ولا فرول ولا اي حاجه خالص ما شاء الله. وبعد كده تحطي بقى على صينيه، بس طبعا تحطيه كده ايه متابعه شويه لانه لسه هيخمر تاني. يعني احنا بنخمره اولاني ولسه هنخمره كمان مره تانية. خلاص اهو. هنا بقى حاولت ان انا اكبر الكرة شويه، يعني انا حسيت الاولين دول هيبقوا صغيرين، فحاولت ان انا اكبر الكرة شويه. فقلت بقى مش مهم الاولين دول يبقوا النعناع، وبعد كده ان دول بقى اللي يبقوا البنات بقى ياخدوهم معاهم المدارس. اهو شوفوا بقى، انا الاول بكور شويه واسيبهم، وبعد كده ما اجي افرد اجيب من اول كرة انا كورتها عشان خاطر يبقى مريحني. إيه، اما بتكوري وتعملي على طول تحس ان العجينه زي الاستيك كده تاخد وتدي معاكي. بتبقى ما تفردش بسهوله فبتضايق. لكن لما نكور شويه وبعد كده نبدا نفرد نجيب من اول كرة احنا عملناها، فالحاجات دي بتريح. جبت بقى الصاج الحلو ده معايا دوت ما شاء الله هيتملى. وهنملى كمان صينيه باين ولا صينيتين كمان هيتملوا. الكلام ده كله من 2 كيلو دقيق. الكميه دي كلها من 2 كيلو دقيق. واللي انا بعمله ده احجام كبيره على فكره، الكايزر ده يبقى حجم كبير. هتشوفوه دلوقتي. اما يتعمل في البيت يا جماعه والله بجد ما مش هتندموا. اعملوه وجربوا كده، جربوا مره كده او جربوا في كيلو دقيق. شوفي كده كيلو دقيق ممكن يعمل معاكي كام كيزرايه. ان لقيت الدنيا يعني موفره معاكي. كملي. اعملي بعد كده على طول. اهو شوفوا بقى انا عملته كله، شوفوا عامل ازاي. ما شاء الله حطيته على الصواني، والصواني دي كبيره على فكره. انا عايزه اقول لكم الصواني دي بتاعه الفطير كبيره، والصاج ده كبير برضو. يعني شوفوا عامل معاه قد ايه. بألف هنا يا رب. ده انا بسيبه بقى يخمر كمان كده، يعني يتضاعف حجمه. هتلاقيه خمر شويه. بعد كده نولع بقى الفرن. هتولعي فرن. انا عن نفسي عملته في الفرن الغاز بتاعي. عايز تعملي في البوتاجاز، لو انت بوتاجازك حامي وحلو كده ممكن تعملي فيه. انا بوتاجازي ما بيساعدنيش في المخبوزات عامه يعني. فانا عملت في الفرن الغاز. انا ولعته كده وسخنته وقمت مهديه شويه نص كده. وبدات ان انا ايه ادخل الصواني. ما شاء الله ما بياخدش يا جماعه وقت في الفرن. لو غيبتوه في الفرن بينشف، احنا عايزينه طري. يدوب ياخد لون بس كده من فوق ومن تحت، وكان طلعه على طول. شوفوا لونه عامل ازاي. والله العظيم بجد والله مش ببالغ. جميل جدا اهو، طري وهش كده، وريحته اصلا حلوه. ريحه الكايزر من جوه ما شاء الله حلوه. شوفوا بقى ملفوف من جوه ازاي. ده الحركه دي بتخلي الكايزريه ما تفرولش بسهوله خالص. اهي. شوفوا اصلا الحجم عامل ازاي ما شاء الله حلو اهو. اتمنى كده يكونوا شجعتوا. انا عارفه الناس كتير بتعمل الكايزر وبتعمله احسن مني كمان، بس في ناس بتكسل بقى. فده الصغير اللي انا كنت عملته في الاول. شوفوا الصغيره عامله قد ايه. يعني هي مش صغيره. دي كبيره برضو ما شاء الله حلوه مش وحشه يعني. انا كنت بقول لكم ان في ناس بتكسل وكده. بس اتمنى كده يكون من الفيديو ده تشجعوا وتعملوه في البيت لاولادكم كده. اصلا الولاد لما انت تعمل حاجه زي دي في البيت بتفتح نفسهم ويبقوا مبسوطين. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم. حطوا لي كده لايك للفيديو. الله يسيبكم بالف سلامه.